مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم وحلقه خاصه ورياضه اونلاين ومتابعه لاخبار منتخبنا النهارده وبطوله الامم الافريقيه. يوم خاص على شاشه النيل للرياضه. النهارده كل البرامج هتستعرض مع حضراتكم كل الاخبار، كل الاحداث والمتعلقه بمباراه مصر ان شاء الله وموزمبيق النهارده، اللي الكل هيلتف النهارده وهيتابع وهيشجع منتخب مصر الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره. كل الامنيات الطيبه لمنتخبنا بالتوفيق ان شاء الله في هذا اللقاء في بداية مباريات بطولة الأمم الأفريقية بالنسبة لمنتخبنا الوطني. النهاردة كمان بعد قليل انتظرونا، هيكون معانا تغطية صحفية، هيشرفنا الأستاذ طارق نور صحفي بجريدة أخبار اليوم، وهنستفيض معه في الحوار كل الكواليس، كل أخبار منتخبنا، كل الأخبار اللي جاية من كوت ديفوار المتعلقة بالمنتخب الوطني، آخر الاستعدادات والتوقعات، كل الحاجات اللي حضراتكم عايزين تعرفوها أكيد النهاردة هنطرحها مع ضيفنا الكريم. انتظرونا. يلا اخد حضراتكم لابرز الاخبار اللي معانا النهارده الخاصه بكاس الامم الافريقيه. طبعا كلنا امبارح شفنا وتابعنا حفل افتتاح بطوله كاس الامم اللي اقيمت في كوت ديفوار، كانت على ملعب الحسن وتارا بالعاصمه الايفواريه ابيجان. وقبل مباراه الافتتاح طبعا كان الملعب بيستعد لاستقبال هذا الحدث الكبير وهذا العرس الافريقي الكبير. البطوله دي هي البطوله رقم 34 من عمر البطولات الافريقيه، ولكن احنا في 2024، ولكن تظل البطوله باسم بطوله الامم الافريقيه 2023 او 2023، لان زي ما حضراتكم عارفين هي المفروض كانت تقام 2023. المفروض كمان كان في شكل جديد او في توقيت جديد هيكون في الصيف. احنا دايما بنعتاد انها بتكون في شهر يناير، لكن قالوا ان البطوله دي هتقام في الصيف علشان الارتباطات الاوروبيه واللاعبين الافارقه المشتركين مع انديتهم وعشان اشياء كثيره تسويقيه. لكن في يعني وقت قصير اكتشفوا ان الفتره دي الطقس بيكون غير مناسب في كوت ديفوار، وان بيكون في امطار وده موسم تساقط الامطار، فراحوا مغيرين تاني الراي طبعا الاتحاد الافريقي وخلاها 2024. طبعا ده هيعمل بعد كده تغيير في موعد البطوله الافريقيه، لان كان دايما الموعد بيبقى فردي، كده هنتحول لزوجي. واعتقد ان احنا بقى مش معقول السنه الجايه هتقام تاني، ولا بنسبه كبيره خلاص هتبقى كل عامين هتبقى في الزوجي. ده امر عادي، لكن اللي مش عادي ان هي تزامنت كمان مع بطوله الامم الاسيويه في نفس التوقيت، واعتقد ان ده ممكن يحدث باستمرار. هل هيكون بقى في حل للقصه دي ولا ايه؟ ده اللي اكيد هنشوفه مع حضراتكم الفتره الجايه. الصور اللي حضراتكم شايفينها دي دلوقتي دي لقطات من حفل افتتاح بطوله الامم الافريقيه، كان حفل مبسط بيعكس ثقافه كوت ديفوار البلد المستضيفه لهذا الحدث الكبير. تصدر الثنائي جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، دول كانوا ابرز الحضور في افتتاح افريقيا 2023 بكوت ديفوار على ملعب الحسن وتارا. طبعا ده بالاضافه طبعا للبلد المستضيفه، كان رئيس البلد موجود، وكانت طبعا كافه المسؤولين في البلد، بعض الرؤساء للدول المجاوره لكوت ديفوار ايضا كانوا حاضرين وشاهدوا حفل الافتتاح. حفل الافتتاح شاهد زي ما حضراتكم كمان شايفين استعراضات كبيرة، وشاهد استعراض بالعرائس الضخمة على أرض الملعب اللي بتمثل الثقافة الأفريقية والألقاب المميزة لمنتخبات القارة السمراء. تابعها أيضا أكثر من فقرة غنائية متنوعة شارك بها أكثر من مطرب وممثل، من بينهم النجم المصري محمد رمضان اللي طبعا كان بيمثل مصر في هذه الاحتفالية، وكمان بيشارك في الأغنية الرسمية لحفل الافتتاح. في الفقرات الأخيرة في الحفل استمر ما يقرب من 30 دقيقة، انتشرت أعلام الدول المشاركة في البطولة وبتتوسطها خريطة ضخمة للقارة السمراء وسط إشعال الألعاب النارية وقنابل الدخان. طبعا يعني نقول لكوت ديفوار بداية طيبة، هي فعلا بتستعد بقالها فترة مش بس على حفل الافتتاح، ولكن البنية التحتية في الملاعب الستة اللي بتستضيف الحدث الكبير كلها برضو المفروض يعني المفترض ان هي تكون على احدث التقنيات، المفروض تكون متوفرة فيها. لحد دلوقتي مفيش اي شكوى جت من
والتنظيم، فده دليل ان الامور بتسير بشكل جيد. اتمنى ان هي تصل باذن الله كده لحد النهايه بهذا الشكل الجيد واللائق بالقاره الافريقيه. امبارح كوت ديفوار بيستهل مشواره في كاس افريقيا بالفوز على غينيا بيساو بثنائيه نظيفه. فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره غينيا بيساو بنتيجه 2-0 مساء امس في افتتاح منافسات النسخه 34 لكاس افريقيا لكره القدم. منتخب الافيال منظم البطوله استطاع ان هو بيقتنص اول 3 نقاط في مشواره في المجموعه الاولى اللي بتضم معاه مين؟ بتضم نيجيريا وغينيا الاستوائيه. هذه المواجهه كانت مناسبه استثنائيه للمنتخب الايفواري اللي خاض مباراته رقم 100 في مشاركته ال25 في كاس الافريقيه. حقق انتصاره رقم ال45 مقابل 29 تعادل و26 هزيمه. منتخب الافيال اصبح ثالث فريق يصل الى 100 مباراه في كاس الافريقيه، وبعد طبعا منتخب مصر 107 مباراه من 25 مشاركه، وغانا 102 مباراه في 23 مشاركه. المنتخب الايفواري تساوى مع نظيره الكاميروني برصيد 45 فوزا ليكون رابع اكثر المنتخبات تحقيقا للانتصارات في كاس بعد مصر 60 فوزا وغانا 54 فوزا ونيجيريا 53 فوزا. الجولة الثانية بالمجموعة اللي هتقام 18 يناير طبعا هتبقى في اصطدام فيها قوي بين كوت ديفوار ونيجيريا، بينما يلعب منتخب غينيا بيساو ضد غينيا الاستوائية في مباراة متكافئة نظريا، في تكافؤ بين الاثنين. كده منتخب كوت ديفوار احتل المركز الأول وصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تجمد رصيد غينيا بيساو بدون نقاط في المركز الأخير بجدول الترتيب. نروح بقى للخبر الأهم. منتخبنا الوطني النهارده بيخوض خلاص مباراته أمام موزمبيق. امبارح كان عنده ميران الأخير استعدادا لمواجهة موزمبيق أفريقيا. خاض المنتخب الوطني ميرانه الرئيسي مساء أمس على ملعب جاردن بوتانيك استعدادا لمباراة موزمبيق في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأفريقية كوت ديفوار 2023. المنتخب النهارده لقاءه أمام موزمبيق هيكون الساعة 7 مساء، وبأكد تاني على حضراتكم منتخبنا بيسعى للحصول على لقب هذه البطولة والتتويج باللقب رقم 8 بإذن الله وتعزيز أرقامه بعد فترة غياب منذ نسخة أنجولا 2010. منتخبنا الوطني بنفسه في المجموعة دي غانا كاب فيردي وموزمبيق. المباراة الثانية بإذن الله هتكون يوم الخميس، هنلتقي مع غانا الساعة 10 مساء، ومنتخبنا هيختتم مواجهاته في دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي يوم 22 يناير الساعة 10 مساء أيضا، أو يوم الاثنين بعد القادم. منتخبنا في هذا اللقاء هيرتدي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، أما منتخب موزمبيق هيرتدي الطقم الأصفر بالكامل زي ما هو ده زي بتاعه. امبارح كمان كان في مؤتمر صحفي لفيتوريا، وكان معاه مصطفى محمد نجم منتخب مصر في هذا اللقاء، وكان ابرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي طبعا يعني الحاجه اللي شدتنا ان اول مره فيتوريا بيقول لا احنا جايين المره دي يا جماعه احنا بنسعى ان احنا نحصل على لقب البطوله. التصريح ده ما قالوش وهو في مصر، ويمكن كان في تعليق كثير على عدم صدور هذا التصريح منه، وقال انا مش مكلف ان انا اخد البطوله او ما اتعهدش باخد البطوله، احنا هنأدي مباريات طيبه. فالناس كلها قالت طيب ليه ما ناخدش البطوله، احنا ناقصنا ايه؟ عندنا يعني لاعيبه من افضل اللاعبين في القاره الافريقيه، عندنا محمد صلاح، عندنا تريزيجيه، عندنا مصطفى محمد، عندنا مرموش، عندنا الشناوي، عندنا ناس كتيره جدا متالقه. ايه اللي ناقصنا؟ عندنا مدير فني اجنبي، عندنا خبره اجنبيه، عندنا مدير فني بياخد دولارات كتير كل شهر، يعني احنا مكلفين الموضوع
من اكتر المدربين على فكره اللي بيحصل على راتب في بطوله الامم الافريقيه هو روي فيتوريا، بيحصل على 200,000 دولار راتب شهري بعد جمال بالماضي مدير الفني للجزائر. يعني احنا المفروض كمان مقدرين المنطقه دي او مقدرين الرياضه تقدير جيد، يعني احنا المفروض مش ناقصنا حاجه، فكنا نتمنى هذا التصريح منه. لكن هذا التصريح منه صدر، ولكن صدر قبل مباراه امس، وده شيء جيد طبعا يضاف لفيتوريا، نتمنى له التوفيق هو وفريق العمل اللي معاه. في اسئله كتيره جدا وجهت لي في المؤتمر الصحفي، حابه طبعا اللي انا هناقشها مع ضيفي الكريم بعد قليل، انتظرونا. كمان مصطفى محمد كان حاضر وكان هو ممثل اللاعبين في هذا المؤتمر، وجهت له بعض الاسئله خاصه طبعا يعني منتخب مصر وبعض الانتقادات للمنتخب. هو اجمل حاجه قالها مصطفى محمد، انا ما بتابعش او مش بنركز قوي في السوشيال ميديا، واي رد على اي نقد لمنتخب مصر انتظروا مبارياتنا، وده اجمل رد. يعني ما مشيش كلمه بكلمه وشد بشد، لا خالص. مصطفى كان معتدل جدا في كلامه وفي رده. اتمنى برضو ان كل اللاعبين ان هم يكونوا على هذا المنوال. دي ثقافه يا جماعه خلاص، حتى لو ما كانش ده موجود قبل كده، لكن الفكر بيتغير، العقليه بتتغير. عقليه اللاعب زي ما بتشوفوا اداؤه في الملعب، بس مش قدمه اللي بيلعب، لا ده العقليه بتاعته ايضا بتنعكس على ادائه وعلى مستواه في الملعب. اتمنى ان نشوف كل اللاعبين في الفتره القادمه. منتخبنا زي ما قلت لحضراتكم كمان، دي كانت ابرز التصريحات. على الجانب الاخر كمان موزمبيق، المدير الفني شيكينو كوندي، ده كان لاعب سابق وهو المدير الفني لمنتخب موزمبيق، في التصريح وقال ان فريقه يعاني من الغياب قبل مواجهه مصر الاحد ضمن منافسات الجوله الاولى بالمجموعه الثانيه لكاس افريقيا. واكد خلال المؤتمر الصحفي ان منتخب بلاده سيكون جاهزا رغم الغيابات الكثيره. واوضح بيغيب عنا 4 لاعبين في عده مراكز، على راسهم اللاعب الشاب جيني كاتامو. طبعا اللاعب ده كان عليه مشكله لانه حصل على انذارين في تصفيات البطوله، وكان متوقع ان الكاف هيعيد النظر في هذه القوانين، اللي قال ان هي القوانين دي بتجعل الفريق بيفقد بعض اللعيبه بسبب انذارات في التصفيات، ووصف هذا الشان بانها امور يعني بتنغص على الفريق. وقال المدير الفني لموزمبيق كوندي: احترم المنتخب المصري صاحب الاسم الكبير والتاريخ العريق بجانب الامكانيات العظيمه للاعبيه. روي فيتوريا مدرب منتخب مصر اسم كبير وكلامه عنا يستحق الشكر، لكننا نسعى لتقديم صوره جيده عن موزمبيق. دي كانت ابرز تصريحات كوندي المدير الفني لمنتخب موزمبيق، لان برضه زي ما قال روي فيتوريا قال فعلا كلام حلو جدا عن موزمبيق واحترم هذا المنتخب. مدرب وقائد غانا يتحدثان قبل مواجهة الرأس الأخضر. كابتن غانا أندري أيو والمدرب كريس هيوتن اتكلموا عن المباراة الافتتاحية لفريقهما في المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2023 ضد الرأس الأخضر، والتي ستقام على ملعب فيليكس بوانين في أبيجان النهاردة. فازت غانا بالبطولة زي ما حضراتكم عارفين 4 مرات وتسعى للمرة الخامسة، لكن أدائها كان سيء في النسختين الأخيرتين في كأس الأمم الأفريقية بعد ما خرجت من دور ال16 2019 البطولة اللي كانت في مصر، ومن دور المجموعات في الكاميرون 2021. كان في علامات استفهام كثيرة على أداء المنتخب الغاني. هل هتظهر غانا بنفس المستوى ولا هيكون لها رأي وكلمة أخرى في هذه البطولة؟ لسه مع أخبار البطولة، ثلاثي المغرب بيلتحق بالتدريبات الجماعية. شهدت تدريبات منتخب المغرب أنباء سارة بانضمام 3 لاعبين دفعة واحدة للميران الجماعي. يتعلق الأمر بالمدافع المخضرم رومان سايس اللي عانى من إصابة على مستوى الكاحل، وأيضا حكيم زياش اللي حضر مصابا من تركيا، وكان آخر الوافدين أمين عدلي اللي تأخر في الالتحاق بالمعسكر بسبب وفاة والدته رحمها الله. الثلاثي دول انتظموا في التدريبات الفردية مع منتخب المغرب، ولم يسمح لزياش وسايس بالانضمام للميران الجماعي إلا بترخيص طبعا من طبيب المنتخب المغربي.
وبهذا بيكون نصير مزراوي نجم بايرن ميونخ هو اللاعب الوحيد الذي لم ينضم بعد لتدريبات أسود الأطلس في ظل التزامه ببروتوكول طبي متبع داخل ناديه هيمنعه من لعب أول مباراتين في دور المجموعات، لكن هو مسجل في قائمة المنتخب المغربي، يعني ممكن نشوفه إن شاء الله لو المنتخب المغربي تأهل من دور المجموعات أو حتى في المباراة الأخيرة كمان ممكن يكون له نصيب، طبعا حسب الرؤية الفنية لوليد الرجراجي المدير الفني للمنتخب المغربي. نروح بقى مع حضراتكم إلى الكاميرون وأبو بكر فينسنت، هذا اللاعب الكاميروني المتألق اللي الكاميرون كانت بتعقد عليه آمال كثيرة. الاتحاد الكاميروني بيكشف في بيان رسمي موقف أبو بكر من كأس أفريقيا. كشف الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بيان رسمي أمس موقف القائد فينسنت أبو بكر من المشاركة في كأس أفريقيا التي انطلقت أمس وبعد تعرضه لإصابة في تدريبات منتخب الأسود. فينسنت أبو بكر مهاجم بشكتاش التركي كان فشل في استكمال تدريبات المنتخب الكاميروني مساء الجمعة بعد ما تعرض لإصابة قوية، لكنه خضع لفحص بالأشعة على عضلات الفخذ الخلفية. الاتحاد الكاميروني أصدر بيان وقال يا جماعة أن هي إصابة بسيطة لا تؤثر على مشاركة اللاعب في البطولة، نتيجة لذلك فهو يواصل استعداداته وتحت إشراف الفريق الطبي، وده بيشير إلى أن عودته قريبا جدا في المجموعة. الكاميرون بتنافس في المجموعة الثالثة مع سنغال وجامبيا وغينيا. هيبدأ المنتخب الكاميروني مشواره في أفريقيا 2023 بمواجهة نظيره منتخب غينيا لاثنين 15 يناير الجاري الساعة 7 مساء. هل الإصابة دي هتحرمه بقى من المشاركة في أول مباراة؟ بنسبة كبيرة طبعا ممكن ما يكونش موجود، لكن ممكن في بقية المباريات يعني يبقى كويس أو يتعافى ويرجع ينضم تاني لفريقه أو لمنتخب بلادي ويشارك معاه. دي كانت ابرز الاخبار النهارده الخاصه افريقيا. حابه بس اقول لحضراتكم برضو عندنا كام خبر محلي سريع كده، يعني حابين برضو نستعرضه مع حضراتكم قبل ما نلتقي بضيفنا الكريم. الزمالك بيرصد 15 مليون للجبلايه وخلاص في تحديد لموعد انهاء ازمه القيد. حد يقول لي ال 15 مليون دول بتوع ايه؟ 15 مليون دول المفروض ان هي دي اقساط ماضيه النادي الزمالك يعني مدين بيها لاتحاد الكرة، فخلاص الزمالك هيلتزم بيها وهيدفعها ومش هيكون في اي مشكله وهيجهزوا المبلغ ده في الفتره القادمه. كمان قال ان هم مجلس الاداره صرح وقال ان هم بيسعوا بكل قوه لحل ازمه القيد من اجل اسعاد الجماهير. المشكله دي هتتحل في القريب العاجل وربما تكون هناك صفقات قويه ومدويه لنادي الزمالك انتظروها في الفتره القادمه، فتره الانتقالات الشتويه. كمان من اخبار نادي الزمالك بيتوصل الاتفاق مع فينجادا، لسه ما فيش حاجه رسمي لكن دي كلها الاخبار المتداوله حابين برضو نطل بيها على حضراتكم بنسبه كبيره لتدريب الفريق والاشراف على قطاع الناشئين. ذكر الزمالك كمان ان هو فتح خطوط اتصال مكثفه مع فينجادا خلال الايام الماضيه للتفاوض معه حول تدريب وقياده الزمالك، في نفس الوقت هيتولى الاشراف على قطاع الناشئين. فينجادا على فكره هو عايش في مصر بنسبه كبيره من ساعه قبل كده نادي الزمالك وبعد كده في اتحاد الكوره، وهو بيعشق مصر هذا الرجل، يعني هو هتلاقوه حتى عايش هنا بنسبه كبيره. فهو يعني نادي الزمالك فضل ان هو هذا المدير الفني فاهم اللعيبه، عارف اللعيبه، عارف اجواء مصر، عارف ظروف كل حاجه. داخلين على فتره صعبه لنادي الزمالك، فتره الجماهير مش هتقبل فيها اي هزايم تانية بعد يعني نادي الزمالك وتعرضاته او الكبوات اللي مر بيها في الفتره الاخيره، ففكروا لو ان مين انسب رجل في هذه الفتره منه مع الخبره الاجنبيه وفي نفس الوقت عارف كل التفاصيل الخاصه بالكره المصريه وباللاعب المصري وبنادي الزمالك بالتحديد، وجدوا فينجادا. لكن هل هتكون بقى تجربه ناجحه ولا لا؟
يعني دي بقى اكيد الايام هي اللي هتسفر عنها وهتوضح عنا كمان. الاهلي كمان بيواصل تدريباته بالتتش وتاهيل ابو علي وعبد القادر وكريستو في الفتره القادمه. خلاص كل الفرق دلوقتي بتجهز نفسها للفتره القادمه، بتستغل فتره الايقاف، معسكرات في الخارج، معظم الفرق رايحه الامارات بتستضيف الفرق المصريه، بصراحه كل التحيه ليها، معسكرات ومباريات وديه. برضو الاهلي الزمالك كل دول هيكون في معسكرات خاصه فيها منتخبنا الاولمبي كمان هناك دلوقتي. كمان الاتحاد السكندري هو كمان بيواصل تدريباته استعدادا لمواجهه البلديه ومودرن فيوتشر. طبعا الصفقه الخاصه بتاعته بيعلن ضم ثلاثي الاهلي عبد الرحمن رشدان واحمد كباكا ومحمد زعلوك في اعاره لمده موسمين، في مقابل طبعا عمر كمال عبد الواحد المتواجد حاليا مع منتخبنا الوطني. كل التوفيق لكل اللاعبين المصريين. دي كانت اطلاله سريعه كمان على الاخبار المحليه. يلا نستعد لاستقبال ضيفنا الكريم. اسيب حضراتكم مع هذا الفاصل، هينورنا الاستاذ طارق نور الصحفي بجريده اخبار اليوم بعد الفاصل. مشاهدينا في كل مكان، رجعنا مع حضراتكم من جديد ولقائنا الحواري اللي بيسعدنا ويشرفنا يكون معانا فيه النهارده ضيف كريم الاستاذ طارق نور الصحفي بجريده اخبار اليوم. اهلا بحضرتك معانا، مشرفنا ومنورنا، وكل سنه وحضرتك طيب في استقبال العرس الافريقي، الحدث الافريقي اللي بننتظره كل عامين. مساء الخير على حضرتك واهلا وسهلا بمتابعين النيل للرياضه في كل مكان، وان شاء الله تبقى بطوله سعيده علينا كلنا ونهايتها تبقى خير ان شاء الله، ان احنا نرجع تاني لمنصات التتويج ان شاء الله يا رب. شفت البدايه امبارح ازاي يا استاذ طارق؟ يعني لو هنتكلم الاول قبل المباراه حفل الافتتاح يعني بقى لنا فتره كبيره جدا ما شفناش دوله قادره تنظم بطوله لوحديها، بس انا واثق في قدرات كوت ديفوار. امبارح الحفل يمكن ما كانش اكبر حاجه، بس شفنا قدره تنظيميه. الحفله شكلها بسيطه بس منظمه، وشكلها في عروض استعراضيه معبره عن الثقافه الافريقيه. وكمان مصر كانت حاضره في الافتتاح بتواجد النجم بتاعنا محمد رمضان. فده حاجه طبعا تزيدنا احنا اهميه كدوله محوريه كمصر طبعا، فوجودنا في حفله كبيره زي دي. وفي الاغنيه الرسميه كمان البطوله بشكل عام محمد رمضان موجود. محمد رمضان كنجم دلوقتي، نجم ما بقاش بيمثل مصر بس، بقى نجم عالمي، فتواجد زي ده فشيء بيضيف لمصر طبعا. لو من حيث المباراه بقى النواحي الفنيه، يمكن كوت ديفوار لسه ما اعلنتش عن نفسها بالقوه اللي احنا منتظرينها، بس نقدر نقول لا، في منتخب واقف على رجليه، استغل حتى التواجد الجماهيري والنشوه البدايات، ان جبنا جون في الدقيقه الرابعه على ما اظن، تسديده مباشره على طول. الفرقه واقفه على رجلها، وكوت ديفوار بالنسبه لي مرشحه قويه جدا لنيل البطوله، عشان الفرقه كمستوى اسماء وعشان الدعم الجماهيري اللي عندها. جماهير امبارح شفنا المدرجات عامله ازاي، يعني حاجه كده مبشره. انتظروا يعني جماهير، بس جماهير والله جميله، يعني جماهير فعلا بتعرف تشجع، عارفه دورها. لا يعني لحد دلوقتي الامور كويسه قوي. يعني لو الحوال يعني احنا ما كناش في كوت ديفوار، بس احنا عارفين الجماهير الافريقيه عامله ازاي. حتى هنا لما بيجوا مصر الفرقه ممكن تبقى مهزومه من المنتخب الوطني عندنا، ونلاقي الجماهير دايما بتنبسط في المدرجات وبتفرح وبتغني. فتخيلي حضرتك بقى ان البطوله عندهم الاجواء في افريقيا دايما ممتعه. ما فيش الاجواء حتى اللي احنا نقول عليها الشغب او الاحداث العنف اللي بتحصل في الملاعب، لا دايما في مزيكا، في اصوات دايما المعبره عن يعني الثقافه الافريقيه. صحيح. البعض انتقد اداء امبارح كوت ديفوار، ولا هل ده طبيعي كمباراه افتتاحيه ليها وضع معين لسه بيقصوا شريط البطوله؟ بالزبط. مع اني راي حضرتك؟ لا انا مع الراي الثاني طبعا. انا الافتتاح دايما مباراه صعبه، مش سهله، حتى لو انا فرقه قويه. انا الاهم عندي ان انا اخد الثلاثه بونت واحط نفسي يعني ايه، اقول ان انا على طريق الصواب. اللي عملته امبارح كوت ديفوار ده الصح، باقل مجهود 2-0. اضاعوا العديد من الفرص، الفرقه لسه ما اظهرتش القوه بتاعتها، لا بس ان انا اخد 3 بونت في بدايه المشوار ده شيء جيد جدا يحسب يعني. ليها طبعا في البدايه مع حضور رئيسها، مع حضور الجماهير دي كلها، مع حفل الافتتاح. لا يعني الحاجات دي يعني احنا لما نيجي نقول نحط نفسنا مكان اللعيبه، هم لعيبه كبار ولاعيبه خبرات،
بس رئيس الجمهوريه حاضر، رئيس الاتحاد الدولي انفانتينو حاضر، موتسيبي حاضر رئيس الاتحاد الافريقي، كل نجوم القاده الافريقيين، في رؤساء كمان بعض دول المجاوره كانوا حاضرين. الجمهور ده كله حاضر، وهم مش متعودين بالاعداد الجماهيريه الكبيره قوي دي غير في المناسبات الكبيره قوي يعني. صحيح. فكل الحاجات دي بتعمل زي لود او ضغط نفسي على اللاعب، كون انه قدر يتخطاها ويكسب فده شيء جيد، ومع سير البطوله يقدر يزيد طبعا. ارضيه الملعب كانت عامله ايه برايك امبارح؟ وشايف الملاعب بس مش شكلي، كمان الملعب الارضيه، لان ده اللي اللعيبه هيلعبوا بالزبط. عليه. انا كنت من دقايق بشيد بالمستوى التنظيمي بتاع كوت ديفوار. انا من زمان جدا واحنا بنسمع كوت ديفوار مش الدوله اللي احنا نقدر نقول عليها الدوله الناميه مثلا في افريقيا، لا دوله محترمه وعندها افكار وازاي تطور. مسمينها باريس افريقيا بالزبط. ودبي العرب. ابيجان بناس بتقول ابيجان دي جزء من نيويورك ولا باريس يعني من كتر ما هي ممتعه وجميله يعني. الملاعب احنا في ملاعب لسه حتى لغايه دلوقتي ما شفناهاش لسه مع سير البطوله، بس الصور المبدئيه ليها صور تحفه جدا. حتى كان في كلام ان فيتوريا اشتكى من ارضيه الملعب اللي هنلعب عليه النهارده، رجع الراجل نفى ده وقال انا ما قلتش الكلام ده، انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ يعني احنا من بعيد جدا بس بعينينا بس من شاشه التلفزيون شكل الملعب يقول ان الارضيه كويسه ويقول ان المدرجات كويسه، مش بالاحجام الكبيره اللي احنا متعودين عليها في مصر مثلا، بس الملاعب محترمه. وكون ان هو عمل ده بمجهود فردي كدوله. دلوقتي احنا العالم كله رايح في اتجاه البطولات المجمعه، ان يبقى في شراكه معينه بين مجموعه دول تنظم البطوله. صحيح. فان في فرقه او بلد تقدر تاخد التنظيم ده لوحدها ده شيء يحسب ليها. صحيح. كان زي ما قلنا محمد رمضان ممثل مصر في حفل الافتتاح، كان في ايضا تمثيل مصري. قائد الملعب قاضي الملعب امبارح في المباراه طاقم تحكيم مصري، كيف تابعت التحكيم المصري؟ ونقولي النهارده رساله بقى نوجهها للمصريين على حكامنا، اللي اكبر دوله استعانوا بيها بحكام هي مصر، وده اول مره تحصل على فكره في البطولات الافريقيه. حصل. يعني نقول للمصريين دايما سواء الانتماء اهلي او زمالك او اسماعيلي او ايا كان، دايما في اتهامات للحكام. بيبقى في اخطاء، بس نقدر نقول الاخطاء دي مش بيبقى بسبب يعني سوء شخصيه الحكم، لا بيبقى اخطاء، ده شيء وارد جدا طبيعي بيحصل لاي حد. فكون ان انت في حكم مصري مش بيدير مباراه جوه بطوله افريقيا، ده بيدير المباراه الافتتاحيه. طبعا شيء اللي هو البرواز بتاع البطوله. صحيح. فيبقى في حكم مصري. وامبارح صراحه يعني بس مش عايزين الختام، احنا كده ماشي البدايه. لا الختام مش الختام منتخبنا ان شاء الله يكون على نفس الملعب ده برضه، بس يكون منتخبنا مش طاقم التحكيم، مع احترامنا ليه. هيبقى في تواجد مصري بس منتخبنا ان شاء الله. ان شاء الله. وامبارح كان صراحه يعني ما فيش يمكن ما فيش احداث تحكيميه كبيره في المباراه، لكن كان مستوى جيد جدا يعني. وكان في حتى ركله جزاء اثير عليها الجدل كده، كانت لكوت ديفوار بكل ثقه قال لا مفيش حاجه. حسينا ان المباراه مشي بسلاسه، ده بيعني ان التحكيم تحكيم جيد، مفيش الاعتراضات، مفيش توقفات، مفيش اشياء كثيره كنا بنراها رغم ان في عنف دايما مستمر في المباريات الافريقيه الكبيره دي، بس امبارح شفنا المباراه فعلا براي حضرتك سلسه جدا يعني. مفيش حاجه وقفت عندها. تحية للحكام المصريين، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق في بقية مباريات البطولة. طيب نروح بقى مع حضرتك بعد ما اتكلمنا على مباراة أمس، مباراة الافتتاحية، نروح بقى لمباريات اليوم، وبالتأكيد مباراة منتخبنا. النهارده يوم خاص، كل يعني المصريين النهارده اللي بيستعدوا اللي بيفكر هنشوف الماتش فين، بيقول لك هنتابع فين، عايزين نغير المكان بقى على رأي صلاح. أيوه كله دلوقتي بيستعد لهذا اللقاء. إن شاء الله المباراة النهارده هتكون الساعة 7 صحيح، يعني مش هتذاع على القنوات الفضائيه المصريه، لكن ممكن تكون تذاع على القنوات الارضيه، وده اعتقد برضو شيء جيد. لكن هنتفرج ايا كانت الوسيله، هنشوف وهنشجع منتخبنا. شايف اللقاء ده النهارده ازاي؟ يعني لو قدرنا ناخد من الكلام السابق بتاع كوت ديفوار، هي نقطه الانطلاق دي شيء مهم. انا سامع ان في موزمبيق فرقه سهله او المجموعه سهله. لا، الانطلاقه دي دايما زي ما احنا بنقول مهما كانت الاسامي هي بتبقى صعبه على اللعيبه، لان دي هي مفتاح البطوله. لو كسبنا بشكل مش هقول شكل جيد، باهداف 2 3 مثلا، نقدر نقول ان احنا رايحين. دي اهم حاجه النهارده. 3 بونت، مكسب مريح، اللعيبه مستريحه كاداء فني في الملعب، شايفين الخطه بتاعتنا بقى فيتوريا بقى الشكل الرسمي هيبقى عامل ازاي. كل الحاجات دي هي الاهم النهارده. نقطه البدايه هي اللي بتوصلنا في الاخر لحد نقطه النهايه يعني. تمام.
اذا البدايه نقطه مهمه عشان نصل للنهايه بالزبط. ان شاء الله باذن الله كلنا يعني عايزين القطر بتاعنا النهارده اللي هينطلق باذن الله في لقاء مع موزمبيق اللي هي فأل حسن على فكره. نعم فأل حسن موزمبيق. الناس بتتفائل بيها لان 3 مرات موزمبيق يعني اتأهلت على ما اظن 4 مرات، منهم 3 مرات واجهت دي حقيقه شاركوا قبل كده 4 مرات 86 98 2010 خدنا البطوله في ال3 مرات خدنا البطوله، وال3 مرات كنا كسبانين 2-0. النهارده لو كسبنا 2-0 هنيجي بقى بكره ان شاء الله نقول خدنا البطوله ان شاء الله. صحيح، نتمنى ان شاء الله تكون نقطه البدايه ومحطه البدايه، وعايزين منتخبنا يكون توربيني، قطر توربيني بالزبط. يبدا من موزمبيق يصل ان شاء الله الى المحطه النهائيه. مش عايزين ان هو يقف باذن الله او يتعثر في اي محطه، حتى لو قلنا مباراه مش فارقه، مباراه مش لا خالص، احنا عايزين من اول مباراه لحد اخر مباراه ان شاء الله. وده الكلام اللي اكده حتى روي فيتوريا والكباتن بتوع المنتخب، ان هم قالوا في التصريحات حتى امبارح في المؤتمر الصحفي مفيش فرقه اسمها سهله. كل المستويات متقاربه. دلوقتي في افريقيا ما بقاش في عتاوله زي ما بيقولوا، في عتاوله بس مش بالمنظر اللي كان زمان، ان فرق ضعيفه وفرق قويه. فان احنا نلاعب موزمبيق لازم نحترم موزمبيق، وده الكلام اللي اكده عليه فيتوريا قال نحترم، وده على فكره اشاد بيه كمان المدير الفني كوندي لموزمبيق، قال برضو ان هو يعني اعجب بكلام موزمبيق فيتوريا واحترام فيتوريا لمنتخب موزمبيق، واعتقد ده شيء من التواضع برضو، ده شيء جيد، واللي بينسال بتواضع وبيعامل كل فريق باحترام وبقدر كويس، اعتقد ده ان هو هيكمل. لكن الاستهتار لا، بيكون نتيجته سيئه. طيب حضرتك دخلتنا في المؤتمر الصحفي والتصريحات اللي صدرت من فيتوريا، وكمان مصطفى محمد قائد منتخب مصر كان موجود في هذا المؤتمر. فيتوريا اول مره يصرح ويقول احنا جايين ناخد البطوله. التصريح ده حطينا تحتيه 100 خط. ياه، فين التصريح ده من قبل اول تصريح رسمي ليه؟ ايوه، دي اول مره يلفظ هذا المعنى. يعني ممكن كان يقول هننافس، لا انا مش هوعدكم قبل البطوله، قالها صراحه كده في المؤتمر الصحفي، قال انا مش هوعد بالبطوله، مش هتاخد البطوله، ما رايحين نعمل ايه؟ انا يعني بغض النظر هناخد او مش هناخد، انا عاجبني التصريح ده في التوقيت ده. قبل كده ما حدش بيركز، بنقول بنجهز نفسنا. انا مش فارق معايا الجمهور ولا فارق معايا المنافسين، انا فارق معايا لعيبتنا احنا. صحيح. ان المعنى ده يوصل للعيبه ان احنا جايين هنا عشان ناخد البطوله. فده يعني اقدر اقول عليه ذكاء من فيتوريا. وممكن كان بيقول لنا كده، بس اكيد ده ما كانش بيتقال للعيبه اللي احنا مش جايين، مش هوعد بالبطوله. يعني ممكن أكيد ده في الأجواء نوع من انواع التصريحات الذكيه علشان يبعد بس الضغوط عن اللاعبين، لكن ده استحاله كان يتقال جوه غرف الملابس او مع قعداتهم. ودلوقتي كمان بقى رساله، لكن قالها صراحه بقى في الاخر، وكمان رساله للمنافسين، يعني ان احنا مش جايين نهزر. أيوة. احنا جايين ناخدها بقى فعليا، مش جايين ننافس حتى كمان. انا جاي ان شاء الله اخد البطوله. ده اللي قاله صلاح قبل ما يروح، احنا رايحين المره دي لا رايحين ناخد البطوله. ده اللي الشناوي في التويته اللي كتبها وقال فيها اللي احنا اختلاف دلوقتي خلاص، كلنا حاجه واحده، كلنا علشان الدنيا مصر هنعمل كل اللي علينا. امام عاشور كمان امبارح برضك صرح اي 11 لاعب هيلعبوا هم بيمثلوا مصر، وهدفنا واحد ان احنا ناخد البطوله. في روح حلوه في المنتخب يعني نشعر بيها. اعتقد ان الروح دي هيكون لها اثار ايجابيه على نتائج منتخبنا وادائه. اتمنى لان بقالنا فتره طويله، يعني يمكن الافريقيه اللي فاتت هي كانت بدايه الروح دي ترجع تاني. وما كانتش من البدايه، جت من وسط البطوله، لما على ما اذكر ماتش المغرب لما كنا مهزومين فرق 1 ورجعنا، ساعتها الدنيا اتغيرت. الشعب المصري نفسه حس تاني بالروح بتاع الجيل الذهبي. فبدانا نشجع المنتخب تاني من اول وجديد بنفس القوه ونفس الحماس. فكون ان الروح دي بادئين بيها من البدايه، فده يدي منحنى معين او شكل معين اللي جاي. احنا بنقول كده من الاول، مش مثلا من نص البطوله بعد ما شفنا منتخب كويس، لا داخلين كده. نتمنى الروح دي تستمر وتوصل في الاخر بينا نخلص من عقده 2010 اللي مش عايزه تخلص. لا ان شاء الله يعني نحقق البطوله هذه المره. برضو كان مصطفى محمد حاضر، وكان في بعض يعني الاسئله وجهت اليه، وقالوا التصريح اللاعب أناحي اللاعب المغربي لما قال يعني لعب مصر ما بيعجبوش او مش رائع، وان هم بيضيعوا وقت يعني مش عايزه اكرر بقى كلام كتير خلاص. المهم انا عجبني رد مصطفى محمد رد، احنا مش مركزين في الكلام ده، ولو في اي حد قال اي تعليق احنا بنرد في الملعب. ده يعني كلام محترم، وفي ثقافه ووعي دلوقتي في الرد كمان في التصريحات. وفيتوريا برضه بضيف على حضرتك، فيتوريا برضه راح قايل احنا مش كل لاعب هيقول اي تصريح في المنتخبات هنقعد نركز معاه. صحيح. فكون ده
رد الفعل ده كويس. رأي فردي كمان. وتاني حاجه يعني الجامعه المغربيه على فكره كمان نفسها ردت وقالت ان ده رأي فردي، وعلى فكره اللي عرفناه برضو ان هم منعوا اللعيبه اي لعب في الفتره القادمه من التصريحات ضد اي بلد منافس في البطوله، وده برضو قرار هو انا صائب. السؤال يعني، وده اللي استغربت اول ما سمعت التصريح. يعني خلاص احنا شفنا الرد الفعل المصري عشان ده ردود فعل رسميه، بس احنا خلينا بقى نتكلم ورا الكواليس احنا بقى. هو مين اللي بيتكلم عن تضييع الوقت يعني؟ ايوه ده احنا لو احنا جينا مثلا على يعني المشاركات القاريه، مثلا الاهلي لما بيشارك ولا الزمالك لما بيشارك في بطوله افريقيا، فطول الوقت بنلاعب فرق شمال افريقيا. تمام. منهم طبعا المغرب اللي بتمثلها الوداد مثلا، قابلناه الفتره اللي فاتت كتير. ده هم ملوك تضييع الوقت. أيوة. ده يعني لو في حد اخترع تضييع الوقت في كرة القدم في العالم فهو المغرب، هو شمال افريقيا. فمين اللي بيقول عن كده؟ تاني حاجة المواجهة الأخيرة اللي بيننا، هو فين تضييع الوقت اللي حصل؟ ده انتوا كنتوا كسبانين وكنتوا انتوا بتضيعوا وقت، واحنا لما عدنا احنا راجعين متاخر وكنا مضيعين كمان حتى هدف ثالث. خلي بال حضرتك الفتره دي التصريحات لها دور في هز بعض اللعيبه وبعض الفرق، يعني ده نوع من انواع ما اعتقدش يمشي معانا احنا يعني. بس بالظبط احنا خلاص الموضوع ده بقى يعني عدى علينا، واللعيبه المصريين على ثقافه وعلى وعي، ما الاحتراف يعني ما هو ده نوع برضو، ده جزء من ثقافه الاحتراف، ان اللاعب متعود على كل ده فما لا يعنيه. وده اللي قاله مصطفى محمد، احنا ما نعرفش ايه اللي اتقال مش بنركز مع الحاجات دي وده شيء جيد يعني. طيب عايزه اروح مع حضرتك برضو لمباراه اليوم، كيف ترى هذا اللقاء اليوم والتشكيل الامثل برايك النهارده اللي هيخوض به روي فيتوريا؟ يعني من وجهه نظري انا الشخصيه، انا ما اعتقد اتوقع في نفس الوقت ان التشكيل مش هيبعد كتير عن التشكيل اللي خاض بيه المباراه الوديه بتاعه تنزانيا، اللي هي المباراه الاخيره البروفه النهائيه قبل البطوله، باستثناء مثلا محمد الشناوي هيعود ان شاء الله. هو هيبقى دلوقتي يعني جاهز طبيا، بقى جاهز وبدنيا جاهز. فالشناوي اكيد في حراسه المرمى. ممكن يكون بس عمر كمال او محمد هاني في بعض الكلام، محمد حمدي واحمد فتوح بعض الكلام. فهم دي الاختلافات. يعني لو هناخدها بالترتيب، محمد الشناوي في حراسه المرمى. من وجهه نظري انا عمر كمال هو النهارده اللي يكون على حساب محمد هاني. اتوقع واتمنى. ليه عمر كمال على حساب محمد هاني؟ ايه اللي بيميز عمر تواجد مع المنتخب قبل كده من فتره، دي اول مشاركه يمكن لمحمد هاني في افريقيا. عمر كان موجود قبل كده في البطوله السابقه على ما اظن، موجود مع المنتخب يعني بشكل مستمر بقاله سنتين اهو. البنيان الجسدي بتاع عمر اقوى شويه من محمد هاني. مش معنى كده ان محمد هاني ليه مباريات يعني ليه مباريات محمد هاني نجم من نجوم، يعني نجم من نجوم مصر مش من نجوم. عمر كمال بيميل للهجوم اكتر كمان، يعني بيدافع وبيهاجم الاثنين، لكن هاني بيميل للدفاع اكتر. هاني يعني مش عايز اقول عليه يعني ملتزم شويه، ما عندوش الروح الاجريسيف او ان انا اروح اغامر يعني. مين اكتر بيمشي مع صلاح؟ احنا عارفين الجنب ده جنب صلاح الناحيه دي، مين اكتر يعني بيبقى صلاح ماشيين مع بعض؟ هو لو صلاح هيختار محمد هاني، هو صاحب محمد هاني قوي يعني. لا هي مش بالصحابه ولا الصداقه، هي بالملعب. يعني مين يدي اكتر في الملعب مع صلاح؟ الاثنين ما اعتقدش ان في حاجه هتبقى مشكله صلاح لو في الطرف اليمين، مش الباك مش الظهير. يعني لو زيزو لعب انا ما اعتقد ده يحجم محمد صلاح، مش يزوده فعلا، يقلل منه. زيزو ما نفس الحته، فانت هتدخلي لا بس بعد كده لا هو ظبطه شويه برضه، هو اداله مركز انا متفاهم. بس في الاول وفي الاخر زيزو كمركز مركزه الاساسي هو بيميل اكتر للاطراف. فده الحاجات دي بتعمل زي، بس ناجح برضه في وسط الملعب، مش وحش. انا ما قلتش وحش، انا بقول ايه الافيد لمحمد صلاح. لا انا لاعب محمد صلاح جنبه اللي هو اللي تحتيه، يعني مثلا الناس اللي هم امام عاشور، مروان، النني، حمدي، ما اديش حد يزود له الحته الهجوميه، لان صلاح عنده القدره دي. ليه مش عايز اخلي صلاح يرجع كمان يدافع؟ انا لما احط اتنين واخدين الاوامر الهجوميه فهضطر ان هو يرجع شويه. لا انا عايز واحد واقف، امام مثلا او مروان واقفين وسايبين صلاح ينطلق. انا مش عايز صلاح يرجع لي يعني. طيب نكمل التشكيل. انت قلت عمر كمال، قلت في خط الشناوي، وامامه مين؟ عبد المنعم عبد المنعم وحجازي. حجازي شبيهك. شبيه اخويا. تمام اخوك حجازي. تمام هما الاثنين دول. مين بقى ناحيه الشمال الظهير الايسر؟ اليومين اللي فاتوا يعني في حيره بين محمد حمدي واحمد فتوح. احمد فتوح الناس بتقول ان هو بعيد بقاله فتره عن المشاركه، بس انا ما زلت مصمم ان انا اتمنى فتوح يلعب واتوقع فتوح يلعب. فتوح خبرات كبيره وكورته حلوه جدا كمان. تمام. فيعني اتوقع فتوح.
خط الوسط لا غنى عن محمد النني. في مشكله في خط الوسط ده، في زحمه، مشكله حلوه، مشكله حلوه مش حاجه وحشه يعني، ما عندناش حاجه فيها، لكن قصدي ما شاء الله عليهم كتير وقريبين من بعض معظمهم. انا على ما اظن يمكن السنه دي اول مره اشوف تشكيل منتخب مصر بهذه القوه من فتره طويله جدا. وفي كل مركز زي ما حضرتك بتقولي زحمه، وزحمه حلوه. يعني في بدل اللاعب 2 و3 عندنا بالظبط كده، عندنا كفاءات. والحيره دي مفيده جدا، حيره الاختيارات عند فيتوريا دي حيره انا بقول عليها حيره ممتعه. ايا كان اللاعب اللي اختاره هو كده كده هيأدي 200% مش 100%. فمحمد النني، ومن وجهه نظري انا مروان عطيه، وقد يكون امام عاشور مش حمدي فتحي مثلا. مروان امام النني. مروان وامام، وانت بتتوقع كده؟ النني ثابت. النني كده كده هياخد النني ومروان مع بعض، مش هما نفس المراكز بقى بتتغير. التحويل المركز ده بقى في الملعب، يعني ممكن ده هيلعب 6 ده يلعب 8 على حسب المركز بتاعه ايه تدويره. يعني الامر اللي هيديهوله فيتوريا، انت هتلعب ايه؟ هترجع تتراجع كديفندر ولا هتزيد قدام؟ والثلاثي الخط الامامي ما فيهوش بقى خلاف، مفيش جدال خالص. محمد صلاح طبعا، مصطفى وصلاح وتريزيجيه ولا مرموش؟ لا تريزيجيه ممكن يستعين في المباراه بالاثنين بتريزيجيه ومرموش، الاثنين بتوقيت واحد. ما يعدل شويه المراكز ويظبط الدنيا وفقا لاحداث المباراه. لو مرموش هيلعب مهاجم لان ما عنديش حته احط فيها تريزيجيه تاني. لو مصطفى خرج مثلا وقدم مرموش ولعب بالظبط ممكن. وتريزيجيه انا بشوفه من العناصر، يعني فرصه برضك اتكلم عنه. تريزيجيه انا بشوفه من العناصر المهمه جدا، لا تقل اهميه عن محمد صلاح فعليا. دي حقيقة. ده على مستوى النتائج وعلى مستوى الاداء في الملعب وعلى مستوى كل حاجه. في كونتاكت بينهم برضه وصلاح، اللعيبه برضه تواصل بينهم جامد. انا بشوف تريزيجيه مثلا بشبهه دايما بدي ماريا بتاع الارجنتين. يعني ميسي النجم الاول والنجم الاعظم واللي فارق جدا مع الارجنتين، بس دي ماريا دوره في الملعب صحيح. محرك فعلي للفرقه كلها. فتريزيجيه ده لا غنى عنه في الملعب طبعا. تمام. موزمبيق، ماذا عن هذا المنتخب؟ ابرز مميزاته، ابرز نقاط القوه، ابرز نقاط الضعف في هذا المنتخب. انا يعني مش لا يعني منتخب فقير جدا، ما عندوش يعني مش دي حاجه ما تعبوش، بس كقوه افريقيه لا، هو بعيد جدا بعيد جدا عن حتى يعني كاب فيردي معانا في المجموعه، لا كاب فيردي افضل شويه. صحيح. في شكل، في اسلوب، في نظام. موزمبيق اشبه بالعشوائيه شويه في اللعب. نقاط الضعف اكيد. بس ساعات بنقلق من الفرق اللي هي تكون ضعيفه دي، لان هي بتقفل قوي المباراه، بتبقى مباراه يعني ميته. انا اتمنى، يعني دايما بقول مفتاح المباريات اللي زي دي اول ربع ساعه. خطفنا جون المباراه اتفتحت جدا. ما خطفناش هيبقى عامل زي هنقول زي سيناريو ماتش تنزانيا. لان ده مشابه جدا، يعني اختيار المباراه الوديه دي مشابهه جدا فعليا اختيار صحيح. وشيب باللي اختار المباراه دي مشابهه جدا لاختيار موزمبيق. هل خط هجومهم يخوف ولا ما عندهمش اي مفيش حاجه؟ اسامي لامعه مثلا، مفيش حتى على في منتخبات افريقيه عندها لعيبه ممكن مش نجوم بس بيلعبوا في الدوري الانجليزي، بيلعبوا في فرق كبيره. لا موزمبيق بعيده جدا. مفيش. طيب احنا عايزين نقول كمان للساده المشاهدين، النهارده هيحكم اللقاء الحكم الموريتاني دحام بيدا، وده اسند لمهمه اداره المباراه النهارده، وده على فكره مش جديد على منتخب مصر ولا على الفرق المصريه، ادار مباريات كثيره للاهلي والزمالك وبيراميدز. الحكم ده بيبلغ من العمر 31 سنه، تخرج من جامعه ليل الفرنسيه عام 2014، هو مهندس جيولوجيا، وبدا مشواره التحكيمي 2013 في فرنسا، وانتقل بعد ذلك الى التحكيم في موريتانيا، ودخل القائمه الدوليه 2018. ماذا عن التحكيم؟ وهل تخشى النهارده من اي قلق من التحكيم، ولا تعتقد لا ان الحكم النهارده بيبرز ويهمه صورته كمان امام القاره الافريقيه وامام العالم اجمع؟ اكيد ما فيش حكم هيبقى عايز يتمنى ان هو يكون مباراته فيها مشاكل او فيها اي صارت جدل يعني. وما اعتقدش يعني ان شاء الله ما يبقاش في اي حاجه تعكر صفو المباراه، وما نحتاجش اي تدخل تحكيمي ونكسب بكل سهوله. هو ادار قبل كده نهائي كاس الكونفدراليه 2022 2023 اللي شهد تتويج اتحاد العاصمه باللقب على حساب يانك افريكان، ده كان اخر او ابرز مبارياته. كونه حكم نهائي طبعا بطوله قاريه، ده حكم صفوه. ادار مباراه الترجي في اياب نصف نهائي ابطال افريقيا وفاز الاهلي فيها.
أدار مباراة للأهلي في ربع نهائي الدوري الأفريقي 2022 أمام سيمبا التنزاني، والأهلي تعادل فيها 2-2. أدار مباراة نادي الزمالك في ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام الفريق السنغالي. وأدار مباراة حاسمة أيضا لنادي بيراميدز أمام فريق مازيمبي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية، وانتهى بالتعادل السلبي. ده يعني الحكم اللي هيدير النهارده اللقاء. مش وحش بس ماشي يعني. لا ان شاء الله يعني يتم يعني النهارده بالزبط. يكون في عداله في المباراه، مش عايزين لا معانا ولا معاهم، احنا عايزين عداله تحكيميه، اللاعب يشعر كده ان هو في المباراه ان هو يعني حق. في حق بالظبط. طيب النهارده كمان في مباريات اخرى، مباراه نيجيريا غينيا الاستوائيه، غانا والراس الاخضر، كيف ترى هذه اللقاءات؟ مباراه مهمه طبعا. نيجيريا مطالبه دلوقتي ان هي طبعا تكسب عشان تواصل منافستها ان هي تطلع اول او ثاني في المجموعه الاولى بعد فوز امبارح كوت ديفوار. مجموعه صعبه قوي مجموعتهم، كوت ديفوار ونيجيريا قوه يعني. هي السنه دي يعني لو كنا هنتكلم مثلا دايما بنقول في مجموعه ناريه. السنه دي ممكن ما يبقاش في مجموعه ناريه، بس في 3 مجموعات فيهم الستة الكبار، 3 ممكن مجموعات. يطلع منهم بقى دول 3 فرق على الاقل. طبعا دول المجموعات يعني دول خلاص هيطلع منهم 3 مش 2. طبعا يعني احنا في المجموعه الاولى كوت ديفوار نيجيريا، مجموعتنا مصر غانا، المجموعه الثالثه كاميرون سنغال. تمام. فيعني 6 فرق من الستة الكبار فعلا في يعني ما بقاش في حد تاني غير المغرب وتونس والجزائر. انما الجزائر المجموعه يمكن افضل اسهل مجموعات شويه، السادسه المغرب والكونغو وزامبيا وتنزانيا. المغرب دايما حظها حلو في المجموعات. حظها يعني حلو. المجموعه الرابعه برضو الجزائر وبوركينا وموريتانيا وانجولا. الجزائر برضك سكتها على ما اظن سهله هي وبوركينا. المجموعه اللي صعبه شويه مجموعه تونس، مش عشان قوه فرقها، تونس ومالي وجنوب افريقيا متوازنه جدا. هو اعتقد ال3 يصعدوا، تونس ومالي وجنوب افريقيا. على حسب بقى نتائجهم مع بعضيهم، ما ممكن تعادلات مثلا تلاقي يوقعوا حد فيهم. المجموعه متوازنه قوي، ودي انا يعني منتظر مباراتها فعليا. اي مباراه فيها هتبقى ممتعه. المجموعه الخامسه كل مباراه تونس مالي. يعني تونس عندها عقده مع مالي، يعني الناس كلها منتظره مثلا. لا مالي فريق قوي. تونس ما بتكسبش مالي. تونس قابلت على ما اظن مالي 3 مرات ما عرفتش تكسب. نيجيريا طبعا وابرز نجوم العالم، ومصر ومحمد صلاح والكاميرون ونجومها، نجوم كثيرين في هذه البطوله. ماذا تتوقع ان يفعلوا مع بلادهم؟ هم اللي هيقودوا بلادهم. يعني افضل لاعب في افريقيا يعمل ايه مع نيجيريا؟ هيعمل ايه؟ هو ده السؤال. النقطه يعني انا عايز اقول على محمد صلاح مثلا تحديدا، انا عايز اتكلم عن محمد صلاح تحديدا. انا منتظر من صلاح المره دي يقود المنتخب بشكل فعلي معنى الكلمه. انت اللي هتاخدهم يا محمد، زي ما ماني بيعمل مع السنغال، زي ما اوريه بيعمل مع كوت ديفوار، زي ما اوسمين بيعمل مع نيجيريا، زي ما رياض محرز مع الجزائر، زي ما بوفال وأناحي مع المغرب. قائمة النجوم دي هي اللي في الأول وفي الآخر هي اللي بتقود. مجموعة مميزة واحنا بنلعب فرقة جماعية دايما، بس هي انت اللي بتقود. ولو هنتكلم برضك يعني ندمج المنتخب مع النجوم، برضك من الحاجات اللي هي ممكن تكون شوية بره عن الكورة، بس هي فأل حسن. أنا شايفها كده يعني حتة. أنا شايف صلاح المرة دي مختلف. اللعيبه كلها والله مختلفه، وحاسسها قوي. يعني عايزينها المره دي. مفيش منطق في الكوره اللي احنا هنقوله دلوقتي، بس انا مجرد احساس. دي حقيقة. انا حاسس ان البطوله السنه دي بتاعتنا كلنا، نشعر هذا الشعور يا رب. بس يعملوا اللي عليهم والتوفيق في الاخر، مش عايزين برضو نضغط عليهم. هيعملوا اللي عليهم، يقدموا مباريات بشكل جيد، كلنا نسقف لهم. النتيجه بقى دي توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ده الاهم برضو علشان ما نثقلهمش بضغوط هم يعني مش عايزينها في الفتره لو دي. عندنا وقت انا عايز بس اضيف برضك في حته محمد صلاح. ليه بقول محمد صلاح كمان حاسه قوي؟ سيناريوهات الكوره دايما متشابهه، يعني حتى لو اختلفت الظروف متشابهه. ميسي قعد طول عمره بيتهاجم جوه الارجنتين. انت ما عملتش حاجه للبلد. مارادونا اللي هو النجم رغم كل اللي عمله ميسي، لا في كوبا امريكا ولا في كاس عالم. حقق البطولتين في نفس التوقيت في اواخر عمره. صحيح. رونالدو البرتغال اكيد فرقه مش زي الارجنتين ومش زي المنتخب، اقل شويه كمنافسه اوروبيه. رونالدو برضك في اواخر ايام لما كان هيبقى يعني التوب بتاعه في اواخره لحق اليورو. فصلاح
لا بس صلاح لسه بدري، اكيد لسه صلاح بدري، مش اواخر ولا حاجه، بس انا احنا لسه بتكلم كتير. على توب فورم. ايوه صحيح، حاسسها ان المره شاء دي الله، وياخد كمان افضل لاعب في العالم ليه ان نتمنى. شاء الله. اكيد اكيد. استاذ طارق نور، صحفي بجريده اخبار اليوم، شرفتنا نورتنا في يوم خاص عن نيل الرياضه، في يوم خاص لكل المصريين النهارده، كل بيستعد لاستقبال باذن الله هذا اللقاء وهذه المباراه في افتتاحيه بطوله كاس الامم الافريقيه. اشكرك. انا اتشرفت بحضرتك وشكرا لك جدا جدا، واتمنى تكون الحلقه كانت خفيفه على شكرا المشاهدين. لحضرتك. ويا رب النصر المصري ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا النهارده. باذن الله كل امنياتنا الطيبه لمنتخبنا النهارده في تمام الساعه 7 مساء في مباراته امام موزمبيق في افتتاح مبارياته في بطوله الامم الافريقيه كان 2023. في امان الله.